ملا كريكار، في المراجعة السابقة وصلنا تقريبا إلى الفترة التي انتميت فيها إلى الحركة الإسلامية. في بداية انتمائك للحركة الإسلامية قضيت تقريبا 3 أعوام في إيران، فما طبيعة النشاط الذي كنت تقوم به؟ بالنسبة لإيران، أول ما وصلت إلى إيران بعد تجربتي في الإخوان وانتقالي إلى الحركة الإسلامية، أول شيء في طهران استأجرت بيتا سرا لكي يكون هذا مخبأنا ويكون محل نشاطنا. وبعدها ذهبت إلى كردستان وإلى الكتائب وعملنا. يعني هو كان مقر وتنتقل منه وتذهب وتجيء؟ لا، يعني كان هو بيت مخفي أتحرك علنا، لأن أنا كنت ألبس الجبة والعمامة، فلا بد أن يكون كل شيء علني، لكن كنت أستخدمها كوكر خلفي لنقل، لأن وضعنا فيها أختام تزوير ملفات. لأن أنا كان من خلال تجربتي فعلا كانت تجربة غنية في الإخوان حول كيفية العمل، كيفية تقييم، كيفية المقابل، دراسة المقابل. ولذلك أنا مع الشباب الذين كان معنا في داخل خط الحركة، يعني اللي نقول أنه في الحركة صار 3 جماعات: جماعة مع الشيخ عثمان بن عبد العزيز والشيخ علي وهو قيادتنا جميعا، وأخ علي بابير، وخطنا السلفي الإخواني. هذا الخط السلفي الإخواني بدأنا أولا نعمل تعرف على كل عضو في الحركة، بحيث نفتح لكل واحد ملفا، نعرف خلفيته السابقة، نعرف ميوله. يعني عمل أمني. نعم. كم يتأثر بالإيرانيين، كم الإيرانيين يستطيعون أن يأثروا فيه، وهل يصلح بأن ينتقل إلى خطنا. عمل أمني كامل يعني. وأيضا الأختام، عملنا أختام تزوير لأختام إيران كل ما نحتاجها، وكل ما نحتاج من أختام أيضا داخل العراق في الوحدات العسكرية، في السيطرات، في الجامعات، وأيضا بعض الأختام أخرى في الحدود الباكستانية. هذا عملناه كلها بترتيب، وبدأنا بتصنيف الناس داخل الحركة. وكنت أذهب طبعا إلى الحركة أيضا، أتحرك من خلال الكتائب والمكاتب وهذا بعلم قيادة الحركة؟ لا، أحد ما كان يعرف. هذا تياركم أنتم يقوم به؟ نعم، ما كان أحد يعرف. وهذا أنا أول مرة أذكرها بهذا التفصيل يعني. لأن بعدها كنت أذهب إلى المكاتب ونفتح دورات عسكرية. دورات طبعا العسكرية أنا ما كنت أفتحها، دورات شرعية، أمنية، إدارية، تنظيمية، من هذا القبيل. فكنا نفتح هذه الدورات. إذن هذا البيت كان يقوم بمهمتين تقريبا: مهمة أمنية للحركة نفسها، تصنيف أعضاء الحركة، تسجيل انطباعات إلى آخره، خاصة فيما يتعلق بأثر الإيرانيين على أفراد هذه الحركة. والمهمة الأخرى هي مهمة تزوير الأختام. أختام لعمل ماذا؟ الأختام مثلا الإيرانيين ما كانوا يسمحوا لأفراد الحركة أن ينتقلوا إلا عبر المدن الكردية الإيرانية، فكان صعب علينا أن نصل إلى بلوچستان، فكان لابد أن يكون التفاف عليهم. أحيانا كنا نطلب منهم أن يعطونا ورقة إلى سنندج كرمانشاه نكتب رهدا، فالذي يكتب يتخيل أن رهدا قد تكون قرية صغيرة أو ناحية صغيرة من ضمن هذه المناطق، فيكتب رهدا. ومن عادة الإيرانيين كان يلصق عليه اللاصق، فكنا نأتي نضع عليها قماش، وبالأوتي المكوات نرفع اللاصق ونكتب رهدا، نكتب زاهدان، يحتاج إلى خطين ونقطة. غيرت الجغرافيا. أي، فنذهب إلى زاهدان بها. وفي زاهدان أيضا كان عندنا أخوة كانوا من تلاميذي، والآن بفضل الله كلهم يعني يديرون مدارس ومشرفين. فكنت إما أدخل بيوتهم أو نرتب حالنا هناك أيضا في مكان آخر، وأتحول إلى شكل أفغاني لكي نعبر من زاهدان إلى باكستان. وهكذا 5 مرات ذهبت وجئت. ففي الفترة هذه 3 سنوات في إيران، الإيرانيين ضغطوا كثير على الحركة، لأن كانوا يريدون أصلا هدمها أو إزالتها أو مجرد تصبح تاريخا حتى لا يكون له تأثير. أنا بالنسبة لي
كانت الأمنية التي كنت أتمناها يوم كنت مع الإخوان. يعني الآن الجهاد سبيلنا تحول من شعار إلى واقع عملي بين يدي، وهم يعتبرونني أميرا عليهم الآن. فلماذا لا أوظف كل طاقاتي التي تعلمتها أو عندي لتنشئتهم؟ ولذلك بدأت بهذا العمل. فالحمد لله يعني خلال هذه السنين الثلاث نحن قويت شوكتنا. في فترة انفصلنا عن الحركة أصلا وأعلنا جماعة إسلامية مستقلة ومعسكرات لنا وأسلحة والتدريب هذا فيما بعد. نعم، في هذا بعد غزو الكويت. بعد غزو الكويت أيضا تغيرت الوضعية. طيب سنتكلم عنه هذا عندما نأتي إليه، لكن نعم. الآن بعد هذه الثلاثة أعوام متى جاءت اللحظة التي حصلتم فيها على الفرصة للسفر إلى النرويج، ولا لسه ما جاءت؟ بالنسبة لي أولا هذه السنين الثلاث كنا نهتم بهذه التنشئة الاجتماعية، التنشئة الفكرية السياسية الأخلاقية الجهادية، إلى أن صار الخط ممتاز. وانفصلنا فترة عام 90 إلى 91، ثم صار غزو الكويت والتغيير الجغرافي، فصارت انتفاضة الأكراد، وبعدها الهجوم على معسكرات الجيش العراقي، فصارت الأسلحة مكدسة بين أيدي الناس. اشتريت ب$10 5 قطع كلاشينكوف، وأنا كنت أوفر المال طبعا. هذه من الأسلحة التي كانت عند الجيش العراقي. نعم. نحن ليس فقط حصلنا على أسلحة كلاشينكوف، على أسلحة كبيرة جدا، بل حصلنا على إذاعة وتلفزيون وإمكانيات ضخمة وسيارات كثيرة. فصارت إمكانيات خيالية تحت أيدينا. تحت أيدي ليس الحركة كحركة، وإنما التيار الخاص بكم. لا تحت أيدي الجميع، ولكن بالنسبة لنا كان شيء متوفر جيد. فلما فتحنا أول معسكر التدريبي داخل أراضينا داخل كردستان، يعني كان عندنا من الأسلحة ما ضممناه لم يكن عندنا أفراد يحملونه من كثرتها. فلما صار التدريب وفتحنا معسكر صلاح الدين الأيوبي كتائب طارق بن زياد وكتيبة محمد الفاتح وكتيبة، والمعسكر دورة أبو عبيدة، فجاءنا عرب التركمان. أول اتصال صار بيننا وبين عرب التركمان، جاءونا وتدربوا وشافوا وضعنا، فشعرنا بأننا نستطيع أن نصبح شيئا غير الذي كنا في الحركة. لكن ما زال الأفراد كانوا يحتاجون إلى التوجيه. من خلال تجربتي أنا هذه الفترات كلها وما في أيدينا من شباب أيضا ومعسكر، لكن هم كانوا يحتاجون إلى بعض من التجارب التي مررت أنا بها، ما كانوا في هذه القوة. وأيضا الضغط الذي كان علينا، الناس ما كانوا يتخيلوا جماعتين مسلحتين، الحركة الإسلامية ونحن. فكان الوساطات تأتي من العرب العراقيين ومن الأكراد أيضا، أئمة مساجد يأتون أفواج، أحيانا يأتي 50 واحد ويطالبون، يقول أنتم كيف تصبح جماعتين؟ يجب أن تعودوا إلى الحركة. والشيخ عثمان ما زال يقود. والمهم على الضغط هذا في عام 92، قبل 92 عدنا إلى الحركة الإسلامية في 91. طب أنتوا إيش اللي خلاكوا تنفصلوا؟ ما أنتوا كنتوا جزء من الحركة. نعم. لماذا خرجتم ثم عدتم؟ لا، أولا انفصالنا كان أيام إيران، فالإيرانيين كانوا يريدون تفكيك الحركة، الإيرانيين كانوا يريدون يسيروا الحركة على ما هم يريدون. ونحن أيضا كان عندنا المتنفس في بيشاور، وكان عندنا هذا التصور عن العمل الإسلامي. فلماذا نقبل هذا الضغط الإيراني علينا؟ إذا ممكن أن ننفصل، ما دام ما نحتاج إلى أموالهم، ما نحتاج إلى أسلحتهم، ما نحتاج إلى توجيههم. بينما جسم الحركة الآخر ظل معتمدا على إيران. نعم، لأنه حتى المالية الحركة كانت تأتي من إيران. والآن بالظروف المستجدة، نعم. وأصبحت كردستان تقريبا شبه حرة. نعم. صار من الممكن أن تعودوا إلى نعم. ولما عدنا أيضا عدنا مسلحين، لا الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا الطالباني ولا أي جماعة تستطيع أن تواجهنا بالسلاح، لأن أيضا نحن في أيدينا سلاح. يعني وكأن من المفارقات هنا أن غزو صدام حسين للكويت ثم التجمع الدولي لإخراج صدام من الكويت كان بالنسبة لكم نعمة. نعم، لأنه أيضا بالنسبة للمنطقة صارت بعدها تحت نو فلاي زون،
تحت عدم طيران الحكومة العراقية، وصار أصبحت منفصلة. منطقة آمنة. نعم، منطقة آمنة. وصدام حسين لما تشكل البرلمان الكردي عام 92 سحب الإدارات لكي يكون هناك فراغ إداري، لكن الأكراد الجبهة الكردستانية 7 أحزاب كانوا، هم يعني بسرعة ملأوا الفراغ، شكلوا البرلمان، شكلوا الحكومة الكردية بوزاراتها المختلفة، شكلوا الجيش والشرطة ودوائر الأمن والوزارات، الجامعات، فتحوا الحياة الطبيعية، صارت الحياة إلى حد ما حياة طبيعية. ونحن أيضا كنا أقوياء، لأن الحركة الإسلامية كان عندها أكثر من 20,000 مسلح.